راس صدر. هنعمل النهاردة رحلة صيد في راس سدر. هتشوفوا كل تفاصيل الرحلة كاملة. يلا بينا نصلي على النبي ونبدأ الرحلة. أول حاجة هنبدأ إن احنا نعمل تصريح الصيد. بعد كده بنجهز المركب بتاعتنا، بيكون فيه هلب عشان يثبتنا في المكان اللي احنا عايزين نقف نصطاد منه. وبيكون معانا ايس بوكس، بنحط فيه طبعا تلج عشان لما نصطاد نحط السمك فيه. بيكون معانا برضو بوكس فيه كل العدة والسنون اللي بنجهز بيها السنانير. وبيكون معانا لينس بنكشف بيها او بندور بيها على الشعب اللي احنا عايزين نقف عليها. وكمان هنبدأ ان احنا بقى نسحب المركب بالعربية عشان نوديها للمارينا. هنبدأ ننزل بقى المية وندور على المكان اللي هنقف فيه. المية لونها يعني رائع، الجو حلو جدا. تخيل تبقى قاعد كده حواليك المية من كل حتة. بجد احساس اكتر من رائع. يا جنرال. حبيبي يا بوب. في وسط الميه مع بص جنرال هنكسر مصر. الدنيا النهارده. يا رب يا رب. حبيبي يا حماده. جنرال مصر. حبيبي يا بوب. حبيب قلبي. ايوه ايوه، بس الجو حلو والله، الموج مش عالي، يعني الموج مش عالي خالص. في سمك راس صدر. الله ينور عليك يا حماده والله. تسلم يا باشا. صدر اهو. دي كانت اول سمكة نطلعها. طبعا دي سمكة كشر. الطعم اللي احنا بنستخدمه جمبري وباغة. بعد كده بقى طلعنا، يعني دي الحاجات اللي انا طلعتها. اول حاجة اللي لونه بني غامق ده نوع من انواع الهامور. اللي بعديه ده في ناس بتقول عليه اسمه ليشتا، وفي ناس بتقول عليه اسمه ميرا، بس طعمه حلو جدا. والاخير ده كشر.